محبي قناة أخبارك، نتمنى لكم فرجة ممتعة المرجو عمل لايك واشتراك في القناة لتشجيعنا على الاستمرار والمشاهدة الجديد دائما. يبدو أن الحرب الباردة بين عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار وإلياس العماري الأمين العام للأصالة والصالة والمعاصرة ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة قد بدأت تخرج إلى العن في سياق الاحتجاجات التي تشهدها مدينة الحسيمة منذ ونبحسب ما أوردته يومية المساء في عددها ليوم 12 يوليو الجاري، فقد نزل وزراء التجمع بكامل ثقلهم يوم الجمعة الماضي بمدينة طنجة للاجتماع برجال الأعمال في المنطقة بهدف تحريك عجلة الاقتصاد في إقليم الحسيمة وتوفير فرص. المعطيات التي صدرت عن الاجتماع تفيد بأن كتيبة أخنوش والمكونة من محمد بوسع وزير الاقتصاد والمالية ومولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي ورشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة وليمياء بوطالب كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة ومبركة وعيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إلى جانب عدد أعضاء المكتب السياسي. اجتمعت بحوالي 30 من رجال الأعمال في طنجة